أهلا وسهلا بيكم في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة مش معمولة عشان تزاحم دماغك ولا ترمي عليكي نصايح وخلاص. النهاردة بنقعد سوا قعدة هادية، نفتح مساحة صغيرة مع نفسنا، نقف دقيقة ناخد فيها نفسنا، ونقرب بخطوات ثابتة من الحاجات اللي بترجع للروح توازنها وبتفك العقد من جوانا واحدة واحدة. النهاردة هنتكلم عن 5 أمور، 5 حاجات أساسية لو فهمتيهم بصدق وبدأت تطبقيهم في حياتك ممكن جدا يفرقوا معاكي فرق كبير ويوفروا عليكي وجع وحيرة قبل ما يكبروا. خليني أقولك بصراحة، انت في ايدك مفاتيح كتير قوي، مفاتيح للراحة والهدوء والسكينة، بس أول ما تعرفي قيمتها هتختصري على روحك مشوار طويل جدا، ومش هتفضلي تايهة وبتدوري على حل بره وانت الحل أقرب ليكي مما تتخيلي. الكلام ده مش بديل عن العلاج النفسي ولا تقليل من أهميته أبدا، بس دي قواعد واعية لو مشيتي عليها هتلمك من جوه وترجعك لنفسك قبل ما التعب يزيد. الحلقة دي دعوة إنك تسمعي نفسك بجد وتفهميها وترحميها شوية قبل ما الروح تتقل وتطلب نجدة. يلا بينا نبدأ مع بعض حلقة النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. كل فيديو جديد أنا بعمله هيخليكي تاخدي خطوة لقدام في حياتك ويخليكي دايما متحمسة تبدأي من جديد. أولا، ما تدوريش ورا القيل والقال، راحة بالك أهم من أي حاجة. خليني أقولك من الأول كده، أكتر حاجة بتسرق طاقة الإنسان وراحته هي القيل والقال. فلانة قالت كذا، علان عمل كذا، وليه بصالي النظرة دي؟ أسئلة ملهاش آخر ولا إجابة ولا هتضيف حاجة لحياتك. الكيل والقال دايما بيكبر في ودننا أكتر ما هو حقيقي، وبيخلينا نعيش في توتر وقلق وشك ومقارنات ملهاش لازمة. والأصعب من كده إنه بيبعدك عن نفسك، عن حياتك، وعن الحاجات اللي فعلا تستاهل تركيزك. لما تبطلي تدوري ورا كلام الناس هتحسي إن صدرك خف ودماغك بقت أروق، وبقى عندك وقت وطاقة تعملي بيهم حاجة مفيدة ليكي. مش معنى إنك تجاهلت القيل والقال إنك ضعيفة، بالعكس، ده معناه إنك واعية، فاهمة إن مش كل كلام يتسمع ومش كل رأي يتاخد بيه. خلي دايما ميزانك واضح، اللي يخصك بس هو اللي يهمك، واللي ملهوش تأثير مباشر على حياتك سيبيه مكانه، خليه كلام في الهوا. افتكري دايما إن راحة بالك مش رخيصة، لأ دي تسوى كنوز الدنيا كلها، وعمرك ما هتكسبي حاجة من وجع الدماغ ولا من مراقبة الناس ولا من تفسير كل كلمة ولا كل تصرف. سيب القيل والقال وامشي في طريقك وانت مطمنة، لأن اللي مركز في نفسه عمره ما بيضيع أبدا. ثانيا، الماضي مش مكان نعيشه، ده درس بنتعلم منه. خليني أقولك كلمة من القلب، الماضي لو فضلنا عايشين جواه هيشدنا لورا مهما حاولنا نمشي لقدام، وكل مرة نفتكره عشان نوجع نفسنا بيه بنخسر جزء من حاضرنا من غير ما نحس. الماضي اتكتب وخلص، مش هنعرف نغيره ولا نعدله ولا نمسح اللي حصل فيه، بس الحاجة الوحيدة اللي في ايدينا بجد هي اننا نتعلم منه، مش نجلد نفسنا بيه. افتكري اللي فات واسألي نفسك، أنا اتعلمت إيه منه؟ غلطت في إيه فيه؟ إيه اللي مش هكرره تاني؟ ساعتها بس هيبقى للماضي قيمة. لكن إنك تفضلي تفتكري لو كنت عملت كذا، يا ريتني قلت كذا، كان زماني كذا، ده مش تفكير، ده استنزاف. الماضي ما ينفعش يبقى سجن ولا ينفع يبقى حكم عليكي طول عمرك. الماضي هو مجرد رحلة عدت، وانت دلوقتي نسخة أهدى وأوعى من اللي فات. خلي عينك دايما مرفوعة، واللي فات خليه ورا ظهرك، مش عشان تنسيه،
لكن عشان ما يتحكمش في يومك. افتكري دايما، أقوى الناس مش اللي ماضيهم كان سهل، أقوى الناس اللي عرفوا ياخدوا من ماضيهم درس وكملوا من غير ما يبصوا ورا. الماضي اتعلمي منه، والحاضر عيشيه بكل لحظة فيه، والمستقبل استقبليه بقلب مطمن ومرتاح البال. ثالثا، ما تفضليش تبصي على اللي راح، لا تضيعي اللي لسه في ايدك. خليني أقولك كلمة بسيطة وواضحة: اللي يفضل مركز على المفقود عمره ما هيشوف الموجود. وناس كتير خسرت حاجات حلوة في حياتها مش عشان راحت منها، لكن عشان فضلت تبكي على اللي ضاع. اللي راح راح خلاص، شخص، فرصة، حلم، أو حتى مرحلة هيبقى فيها وجع. هيبقى فيه وجع، هيبقى صعب، أكيد طبعا صعب، بس إنك تفضلي معلقة قلبك هناك ساعتها هتضيعي حاجات حلوة كتير من إيدك. وإنتي سرحانة في اللي فاتك، في نعمة جنبك وإنتي مش واخدة بالك منها. في ناس لسه موجودة ومستنياكي، وفي فرص صغيرة ممكن تكبر لو ركزت عليها. مش معنى إنك نسيتي المفقود إنك قللت الوفا، لأ، ولا إن قلبك قاسي. ده معناه إنك بتحافظي على نفسك وعلى اللي لسه في حياتك وبيحبك بجد. الموجود محتاج عين تشوفه، وقلب يحسه، وعقل ما يكونش مشغول دايما باللي مشي. افتكري دايما، اللي فضلتي تبصي عليه وراح مش هيستناكي، لكن اللي في ايدك دلوقتي ممكن يمشي لو ملحقتيش تقدريه وتمسكي فيه. سيبي المفقود مكانه، وامسكي في الموجود بإيدك الاتنين، عشان الخسارة الحقيقية إنك تخسري الاتنين مع بعض. رابعا، بطلي تقارني نفسك بحد، انتي مش نسخة من حد. خليني أقولك الحقيقة من غير لف ودوران: المقارنة أكتر حاجة بتكسر النفس من جوه. أشوف الناس دي وصلت لإيه، ودي عندها إيه وأنا ما عنديش، دي كملت وأنا لسه. ومن غير ما نحس بنحاكم نفسنا على حياة مش حياتنا. كل واحد فينا ماشي بسكة مختلفة، بتوقيت مختلف، وبظروف غير ظروف غيره. يعني طبيعي جدا إنك تتأخري في حاجة وتسبقي في حاجة تانية. المشكلة إن السوشيال ميديا بتخلينا نشوف النتيجة بس، مش بنشوف التعب ولا الوجع ولا الخسارة اللي قبلها. بنقارن كواليس حياتنا بوجهة حياة ناس تانية، وده ظلم كبير لنفسك. ما تقارنيش حياتك بحد، ولا نجاحك بنجاح حد، ولا شكلك بشكل حد، ولا طريقك بطريق حد. انتي ليكي رحلتك، وليكي وقتك، وليكي شكل الفرح اللي يناسبك. المقارنة بتخليكي تنسي اللي عندك وتشوفي اللي ناقصك بس. لكن لما تبصي لنفسك بعين الرضا هتكتشفي انك مش قليلة، انتي بس مختلفة. افتكري دايما، اللي ماشي ورا نفسه بيوصل، واللي ماشي ورا الناس بيتعب وبيتأخر. خلي تركيزك على نفسك خطوة بخطوة، ومن غير ما تبصي يمين ولا شمال. وحطي في دماغك ان انت كفاية، وحياتك تستاهل تعيشيها على مزاجك. خامسا، ما تشغليش بالك باللي بيتعبك، واعرفي ان راحتك اولا. خليني اقولك كلمة صريحة: مش كل حاجة تستاهل تفكيرك، ومش كل وجع لازم تعيشيه. في حاجات لما بنشيلها من دماغنا قلبنا بيرتاح لوحده. ناس كتير بتتعب مش من اللي بيحصل، لكن من كتر التفكير فيه. بنقعد نحلل ونفسر ونشيل هم حاجات مش في ايدينا اصلا، وفي الاخر احنا اللي بنتعب. ما تشغليش نفسك بكلام يوجعك، ولا بتصرف مش هيتغير، ولا بمواقف خلصت وعدت. في حاجات الحل الوحيد ليها إنك تسيبيها وتمشي. واعرفي إن راحتك مش أنانية، دي ضرورة. لما تهتمي بنفسك وتريحي دماغك هتعرفي تكملي وتدي اللي حواليكي من غير ما تبقي مستنزفة. خلي عندك حكمة الاختيار: ايه اللي يستاهل وقتك، وايه اللي يستاهل مشاعرك، وايه اللي ما يستاهلش.
افتكري دايما مش كل معركة لازم تخوضيها، ومش كل كلمة لازم ترد عليها. أحيانا أكبر قوة إنك تتجاهلي وتمشي. سيبي اللي بيتعبك ورا ضهرك، وقربي من اللي بيطمنك ويهديكي، عشان الحياة مش مستاهلة نعيشها واحنا قلقانين من غير سبب. وفي النهاية، كل الكلام اللي اتقال ده مش مجرد نصايح وخلاص، ده تذكير ليكي بنفسك إنك تستاهلي تعيشي أهدى وأريح وأقرب لقلبك. لو حسيتي إن كلمة واحدة لمستك أو فكرة فرقت معاكي، اكتبيلي في التعليقات أكتر حاجة أثرت فيكي. أنا بقرا كل كلمة وبيهمني رأيك جدا. ولو حابة محتوايا يريحك ويقويكي، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونكمل الرحلة دي سوا خطوة خطوة. وجودك هنا مهم وكلامك يفرق. مستنياكي في التعليقات.